يا مساء الفل او صباح الفل على حسب الوقت اللي هتسمع فيه الفيديو. ان شاء الله باذن الله هتقفل معايا الامتحان وتجيب النهائيه لو انت واحد شاطر ومذاكر كويس قوي، او على الاقل مذاكر 70% هتقفل الامتحان. طب لو انت نص نص او طشاش كل فين وفين وبتذاكر، هتنجح بدرجه عاليه وكبيره جدا، لان عندك اكتر من 50 او 70% من الامتحان هديه بالنسبه لك. تعال ناخدهم سؤال سؤال، وازاي انك تسيطر على كل سؤال وتحل كل سؤال بذكاء. تعالوا ناخد اول سؤال، هو سؤال الليسننج، سؤال الاستماع. سؤال الاستماع بكل بساطه ده هديه ليك. يعني هو انت اول حاجه تعملها لازم تقرا الاسئله. بعد ما تقرا الاسئله او تقرا الجمل دي، بعد كده بيخش لك المستر يقرا النص. هو بيقرا النص، عينك على الكلام المكتوب او على الاسئله اللي انت قريتها، ودنك سمع المستر، فانت بتربط ده بده وتبتدي انك تحل السؤال. ادي اول سؤال كده بهديه في ايدك. يعني هو بيمليك الاجابه اصلا، انت كل اللي عليك بس بتسمع وتركز اصلا في المكتوب وتحل معاها نقطه نقطه. السؤال اللي بعد كده سؤال الاختياري. السؤال الاختياري ده محتاج بقى انك تحفظ كلمات. نقول ده اوكي، يعني ده محتاج منك انك تحفظ كلمات، وده محتاج انك يكون عندك معرفه بالديفينيشنز، بالتعريفات او بالسفكس بريفكس. ده يعني لازم تكون مركز في الحاجات دي كويس قوي. وبرضه بتلاقي في كلمتين، مثلا سولار سيستم. سولار سيستم دول كلمتين مع بعض، يجيب لك كلمه سولار نقط، فبيجيب لك الحاجات زي دي. فبتلاقي برضو عندك حاجات معينه بتبقى بسيطه وسهله تقدر انك تستخدمها وتحلها. نصيحتي برضو في السؤال الاختياري، اقرا الجمله كلها، ما تقراش كلمه وتجري، لا اقراها كلها عشان تبتدي تفهم هو عاوز يقول ايه. يبقى عندنا السؤال الاول الاستماع، السؤال الثاني سؤال الاختياري. بعد كده بجيب لك سؤال قطعه. سؤال القطعه فيه اختيارات، ركز في دي كويس قوي. دي بقى نصوص الريدنج اللي انت كنت المفروض بتاخدها او بتقراها طول السنه. نصوص الريدنج لو كنت بتركز فيها وتقرا فيها كويس قوي، هتلاقي قطعه الريدنج دي سهله وبسيطه معاك. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، انت عشان تعرف تحل السؤال ده بالذات، اقراها كلها واقرا الاختيارات الاول، بعد كده اقراها كلها، وبعد كده حاول تحط الاختيارات. يعني حتى ممكن تحل رقم 4، حل رقم 3، رقم 2، لان انت ممكن ما تكونش مثلا رقم 1 مش عارفها، بس 2 عارفها و3 عارفها، فحليت 2 وحليت 3، الموضوع بقى اسهل. اختيارات بقت بدل ما هي كتير قلت. الحاجات اللي بتبقى متاكد منها لحد ما توصل للاجابات كلها. ما تحلش بالبركه وتاخد كل حاجه كده، لا، حل بتركيز جدا جدا. سؤال بعد كده سؤال القطعه وعليها اسئله، اللي هو اسئله بتبقى منها نقطتين اختياري وثلاثه سؤال كريتيكال ثينكينج. ده بيكون يعتبر ده هديه ليك في الامتحان. يعني ايه؟ اول حاجه عشان تحل سؤال القطعه بسهوله جدا، ببساطه جدا، لازم تقرا الاسئله الاول وبعد كده تخش تقرا القطعه، هتلاقي نفسك جاوبتها في 3 4 دقائق. يعني بكل بساطه دايما بقولها للطلبه عندي، انت لو رايح السوق، هتروح السوق تلف لافه في السوق وتشوف السوق فيه ايه، وبعد كده ترجع تكتب الطلبات اللي انت عاوزها وتروح تشتريها، ولا تعمل العكس؟ فالافضل بقى انك تعمل العكس. اخد الطلبات بتاعتي واكتبها في ورقه، وبعد كده اروح السوق اشتري. هكذا الاسئله اقراها، اشوف الاسئله عايزه ايه او ايه هي الاسئله وابتدي افهمها، اخش اقرا القطعه، وانا بقرا القطعه ممكن في سطرين 3 انا خلصت القطعه كلها وحليتها كلها. فهنا بكل بساطه جدا القطعه. طبعا وات از ذا مين ايديا، سمرايز، كل ده اجابته ان انت بتبقى عارف القطعه دي كلها بتتكلم عن ايه، فبتبتدي انك تجاوبه. في الغالب بنسبه كبيره جدا بتلاقي في اول سطر منور في القطعه معاك بتلاقيه بيقول لك القطعه دي بتتكلم عن ايه. السؤال اللي بعد كده سؤال القصه. سؤال القصه ده يعني سؤال جميل جدا، الطلبه كتير جدا بتستصعبه، ولكن سؤال جميل جدا. نقطتين بتبقى فيه صح وغلط، وده محتاج انك تقراها كلها. يعني مثلا في القصه بيقول ان فلان بيحب يشرب لبن الصبح، فهو جاب لك في الجمله فلان ما بيحبش يشرب لبن الصبح، جابها لك منفيه. طبعا انت شفت فلان ولبن قصاده، خلاص يبقى كده عاملها صح. لا، ركز في الجمل دي كويس قوي، ركز كويس قوي في الجمله كلها على بعضها. اسئله الانجليزي كلها التركات بتبقى ممكن في كلمه، ممكن في حرف في الجمله، عشان كده بقرا الجمله كلها
على بعضها. بعد كده سؤال الكريتيكال ثينكينج اللي هو التفكير النقدي. فانت هنا عندك في الاسئله دي في القصه بقى مش محتاج منك اجابه بالنص. يعني مثلا ولد كان شاطر وجميل جدا، فالولد ده ذاكر واجتهد وبقى طلع من الاوائل وكده، ايه اللي استفدته من القصه؟ هنا بقى مش محتاج منك انك تكتب له النص او جمله بالنص، لا انت فعلا استفدت ايه من القصه؟ استفدت انك تكون ناجح، انك تجتهد، انك تذاكر، انك كذا. فهنا انت بتديله اللي انت فهمته، لو بجمله من كلمتين ثلاثه، يعني اديله اللي انت فهمته، مش بتديله جمل بقى بالنص او عايز منك جمل بالحرف. فبتديله اللي انت فهمته خلاصه بتبقى جوه النقطه دي. كريتيكال ثينكينج يعني انت تفكير نقدي، عايز رايك انت في النقطه دي او في الاجابه دي. سؤال الحلو والجميل جدا اللي بعد كده سؤال الرايت. سؤال الرايت ده محتاج ايه بقى؟ سؤال الرايت ده انك انت لازم تكون مذاكر القواعد كويس، وخلي بالك ان هو بيلف في القواعد وبيلعب على التركات، مش بيجيب لك يعني نادرا لقيت حاجات مباشره كده في وشك، ودي حاجه جميله جدا تبقى انت عارفها ومركز فيها، ولكن اغلب السؤال الرايت بيجيب حاجات بتبقى لفه، مش بتبقى حاجات مباشره خالص. بعد كده عندنا سؤال المحادثه. سؤال المحادثه ركزوا معايا عشان ده اهم سؤال، وسؤال من ضمن الاسئله الهديه اللي ليك. يعني ايه سؤال هديه؟ يعني المحادثه دي لازم ابتدي اول حاجه اقرا العنوان بتاع المحادثه، لان العنوان ممكن يجاوب لي على كذا نقطه، دي حاجه. الحاجه الثانيه بقرا المحادثه كلها على بعضها، لان ممكن اجابه رقم واحد هتكون تحت خالص، او اجابه تحت خالص اجابتها فوق، وهكذا. فانا بفهم القطعه كلها على بعضها بتتكلم عن ايه، فبقرا المحادثه كلها على بعضها. بعد كده ببتدي اقرا اشوف ايه الاسئله. يعني في الغالب الاسئله المحادثه حاجتين، يا سؤال وعايز اجابه، يا اما اجابه وعاوز سؤال. ونادرا بقى في النهايات اللي هو بتبتدي انك تكتب جمله ثانك يو او اوريدي او شور او الحاجات دي، او الاضافات الجميله البسيطه اللي انت اصلا بتبقى عارفها. ولكن اغلب المحادثه بنسبه 90 99% ان بيبقى سؤال عايز اجابه او اجابه عاوزه سؤال. فتركزوا في موضوع المحادثه ده كويس جدا. انا هنا بس بجري بسرعه بعرفك وبطمنك ان الامتحان بسيط وسهل جدا، وان شاء الله باذن الله هتقفل الامتحان وتجيب فيه الدرجه النهائيه. يعني مثلا خلينا مثلا عشان موضوع المحادثه ده مهم، لما اقول مثلا I went by car، رحت بالعربيه، او اقول I went at 7 o'clock. هنا دي مثلا نفترض دي بقى دي الاجابه، فعايز هنا سؤال، يبقى ده الاجابه بيقول I went by car، وهنا بيقول لي I went at 7، انا رحت الساعه 7. يبقى هنا ابتدي اعمل ايه؟ اعمل سؤال. في السؤال هنا انا رحت الساعه 7، يبقى هنا ده وقت، فهسال بايه؟ هسال بوين. طيب عايز اشوف السؤال الفعل المساعد. طب الفعل المساعد فين؟ انا ما اعرفوش، مش موجود هنا. طب لا انا ابتدي اعرفه منين؟ I went. went ده في الماضي اللي هي جو يذهب، الماضي بتاعها went، يبقى هنا when did. واي بتتحول في السؤال ليو وتتحول في الاجابه لاي على حسب، يعني لو كانت في الاجابه اي بتحطها في السؤال يو والعكس. يبقى when did you، وهنا الفعل طبعا عشان did موجوده فالفعل هيرجع في المصدر when did you go، امتى هتذهب، وكده السؤال انتهى وخلص. هنا I went by car، انا رحت بالعربيه. عايز اقول رحت ازاي؟ يبقى هقول how، نفس الكلام قلنا عشان went، يبقى how did you go. يبقى هنا ده السؤال how did you go او when did you go، يبقى هنا ده السؤال، هنا سؤال اجابه وعايز السؤال، وهكذا. والعكس نفس النظام في سؤال المحادثه. ونركز لو جاب لك yes، yes مثلا yes he does، تمام. بعد كده يبقى هنا السؤال كان ايه؟ does he
كذا، واكيد هو هيكمل لك جمله هنا، عشان كده هتبتدي انك تستخدمها. يس هي داز، يبقى السؤال اكيد كان داز هي. يبقى السؤال لو بيس ونو دايما ببتدي اشوف الفعل المساعد اللي هو مديني الاجابه بيه، وابتدي من خلاله اعمل ايه؟ اعمل السؤال. بعد كده عندنا اخر سؤال في الامتحان، سؤال الباراجراف. سؤال الباراجراف ده سؤال مهم جدا جدا. بكل بساطه اي باراجراف انت حفظت كلمات زي بالطريقه في الفيديو، اسمع الفيديو لو ما كنتش عارف ازاي تحفظ الكلمات، اسمع الفيديو اللي كنت منزله عن ازاي تحفظ الكلمات بسهوله جدا. طيب لو انت حفظت الكلمات وعندك كلمات حلوه وبسيطه بس مش عارف تصيغها في جمل، اول حاجه هتعمل ايه؟ جمل الكلمات دي هتمسك 10 كلمات، على الاقل 10 كلمات، وتحط كل كلمه في جمله، وفي جمله بسيطه جدا وسهله جدا تخص الموضوع. يعني مثلا عندنا موضوع مثلا عن زياره لمصر مثلا، او زياره لحاجه معينه، فهنا لما تلاقي دايما الباراجراف عن المكان، اسال في المكان، حط الاسئله دي، قول ان انا بحب المكان ده ولا لا، وتقول انا بحب المكان ده ولا لا. طب انا رحت المكان ده امتى، ورحته بايه، ورحته مع مين، وعملت ايه. يبقى مثلا I went by car، اوكي انا رحت بالعربيه. I went with my friends، رحت مع اصحابي. I ate sandwiches، اكلت سندوتشات. اوكي مثلا انا عملت كذا، او تجولت ورحت اتفسحت. يبقى باخد اي افعال اساسيه انا بكون عارفها وحافظها وفاهمها. رحت الساعه كذا ورجعت الساعه كذا، انا لعبت وقابلت مش عارف مين. حط جمل بسيطة وسهلة جدا بتكون مناسبة للموضوع، وبكده عندك يعتبر أسئلة كتيرة جدا جدا هي سهلة، وهي أسئلة مباشرة هدية ملهاش علاقة خالص، يمكن نقول ملهاش علاقة بالمنهج بنسبة 20-50%، ملهاش علاقة بالمنهج أصلا. سؤال زي المحادثة، سؤال زي الباراجراف، زي القطعة، سؤال زي الليسننج، سؤال يعني عندك أهو حوالي 4 أو 5 أسئلة، دول بيقول لك حلني وخدني هدية للامتحان، وان شاء الله باذن الله تقفلوا وتجيبوا الدرجات النهائيه. عايزكم بقى تفرحوني، وان شاء الله تجيبوا درجات عاليه جدا وتفرحوني بيها باذن الله. وما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير، ولو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تكتب لنا تعليق وتعمل شير لغيرك عشان يستفيد. ولو مش مشترك بالقناه اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. جود باي.